بمناسبة نزول فيلم سوبرمان الجديد، تعالوا نتكلم على الدور اللي كان حامله باسم يوسف قبل ما يتم استبعاده من الفيلم. الدور ببساطة هو رئيس جمهورية ديكتاتوري لدولة ما خيالية في عالم دي سي سينمائي. مش عايزين ندخل في تفاصيل الفيلم عشان اللي ما اتفرجش عليه. يعني مساحة الدور في الفيلم بتاع حوالي 5-6 مشاهد، واللي عمل الدور ده ممثل من كرواتيا اسمه زلاتكو بريك. مش عارف هي زلاتكو ولا زلاتيكو ولا بوريك مش عارف بصراحة، بس هي يعني غالبا زلاتكو بريك. بس هل بقى الدور حلو؟ بصراحة بالبلدي كده يعني الشخصية كانت مهزأة، ولو كان باسم يوسف عملها كانت هتعمل جدل بصراحة. مشاهدها مع ليكس لوثر مهزأة فيه، مشاهدها مع سوبرمان مهزأة برضه. بس هل باسم يوسف كان هيبدع فيها؟ بصراحة لأن باين من المشاهد اللي شفتها للشخصية كان في مساحة حلوة باسم يوسف يقدر يضيف لها حاجات، وكانت بجد هتضحك أكتر بكتير. السؤال اللي بيطرح نفسه هو ليه أصلا تم استبعاد باسم يوسف من الدور؟ طبعا في كلام هنا وكلام هنا وكلام هناك وبتاع. اللي قاله مخرج الفيلم جيمس جان إن حصلت تعديلات كتيرة جدا في السيناريو، فبناء على التغييرات دي باسم يوسف ما بقاش مناسب للشخصية. ده اللي قاله جيمس جان. بس طبعا احنا عارفين اللي فيها باسم يوسف بيدعم غزة، بيدعم فلسطين، واحد عربي وبيدعم غزة، دي مصيبة للفيلم الامريكي سوبرمان. في النهايه يعني بصراحه باسم يوسف ما خسرش اي حاجه. الدور ما حدش ذكره، حتى تقريبا انا الوحيد اللي في الحياه اتكلم عن الشخصيه دي علشان باسم يوسف بس مش اكتر يعني. فانا شخصيا بصراحه حاسس ان باسم يوسف ما خسرش اي دور، بالعكس باسم يوسف لو كان موجود كان هيبقى اضافه لفيلم سوبرمان، والله اعلم بصراحه. ولو كان عامل الشخصيه دي كان رد فعلنا هيبقى عامل ازاي. فالمهم يعني الحوارات اللي حصلت دي كلها كانت في مصلحه لينا وباسم يوسف وبس كده. سلام.